ماشي طيب اوكي، الكل بيحكوا لك الان ما بدنا تقسيم، تقسيم بشع، التقسيم فلان، حيث تجد الدكتاتوريات تجد التقسيم. هذا مو صدفه، مو صدفه. يعني لما الراديكاليين الاسلاميين استلموا الصومال قسموها. ما في دكتاتوريه علمانيه بالعالم الا قسمت بلدانها، بدءا من ستالينيه وصولا لكل التجارب الدكتاتوريه بالعالم قسمتها. حاجه دوله المواطنه مش دوله الدكتاتور. الدكتاتور هو التقسيم، يعني طريقك إلى التقسيم يمر عبر بوابة اسمها دكتاتور. ممكن يكون دكتاتور ديني، ممكن يكون دكتاتور علماني، ممكن يكون تحالف علماني مع ديني كما السودان. تكون نتيجة شو؟ نتيجة هي التقسيم. فهي سوريا حتى اللحظة الراهنة عم بتزيد جهتها ببعضها، ولذلك عم بتزيد الكراهية، لأن كل واحد بالسوريين عنده افتراض الآخر هو مفترض مش حقيقي. ما كانش حقيقي، يعني الآخر ليس حقيقي. كان ممكن الجامعة تجمع الناس، ممكن الجيش يجمع الناس، مع الأسف ما اجتمعت الناس على سوريتها. اجتمعت الناس دائما على واحد من المشروعين، إما الانكفاء إلى ما قبل الدولة اللي هي الطائفة أو القبيلة أو إلى آخره، أو تخطي الدولة وتجاوزها إلى مستوى أني أنا بدي خلافة إسلامية، أو أنا بدي أممية خامسة، أو أنا بدي وحدة عربية شاملة. أنا مع النموذج الفيدرالي بالتأكيد قطعا يعني، ومع النموذج الفيدرالي مش انتصارا لحدا. يعني أنا مع النموذج الفيدرالي لكل سوريا، لكل سوريا، لسبب بسيط جدا، أنه أنا أمام النماذج الناجحة، فقط لأني أمام النماذج الناجحة، وأنا أحوج لهذه الصيغة. يعني ألمانيا الفيدرالية، المجموعة الفيدراليات، الألمان بيعرفوا بعضهم أكثر من السوريين بيعرفوا بعضهم. السوريين أحوج للفيدراليات، يعني إذا الألمان محتاجين الفيدرالية مرة، السوريين محتاجين 5 مرات، مش مشان يتقسموا، مشان يتوحدوا، مشان يتوحدوا، مشان ما يتقسموا بالدم.